مقلوبة. يلا بينا لنعمل مقلوبة ظريفة. بدنا نجيب حبتين باذنجان ظراف وحبة بطاطا ظريفة، بدي أقطعهم شرايح، ونجيب صينية الفرن يلي عنا مشان نشوي عليها الخضرة. وهيك صاروا عنا جاهزين. هلا بجيب زيت زيتون وحط لي كم بخ عليهم في هذا الشكل هيك، بحيث ما نكتر زيت، يعني ياخدوا كلهم وش واحد. بدي رش شوية ملح عليهم مشان يسحب السوائل منهم. وهلا على الفرن. للتذكير يا جماعة بنحطهم بالفرن على حرارة 200 تمام لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة. كل 5 دقايق 7 دقايق بنطلعهم بنقلبهم على الوش الثاني. بعد ربع ساعة بالضبط بيكونوا صاروا جاهزين عنا وقادرين نحطهم ويستووا معنا ويطلعوا مقلوبة غير شكل. طالما مقلوبة صحية معناتها صدور الدجاج تمام. عندي هون شرايح دجاج ودجاج مقطع رفيع جدا تمام. لبين ما ينشووا عندي بالفرن تعالوا معي لحتى اقول لكم شو راح نعمل فيهم. هلا بنجيب اي طنجرة ما بتلزق بنحط عليها بختين زيت، وبدي انزل اول شي بالدجاج المقطع، نعطيه هيك تشويحة سريعة خليه ياخد لون. هلا بعد ما صاروا جاهزين المقطعين عندي بدي انزل بالشرحات تمام. نفس الفكرة على هيك نار عالية خليها تاخد تشويحة سريعة. بس هدول الشرحات ما راح نطابهم، راح نظبط المقلوبة وهن موجودين جوا، فنخلي شكلهم ياخدوا هيك شكل ظريف. بنحط لهم رشة فلفل ورشة ملح، ما بنكتر لأنه نحط لما نطبقها كمان. بس نشوفها أخذت لون من أول وش بنقلب على الوش الثاني، نعطيها هيك وش سريع. نحن ما بدنا إياها تستوي بس تاخد وش. وهلا بنجيب الخضرة، بنجيب الدجاج، وبنجيب الدجاج الصغير، بنجيب الرز. شو ضل عنا؟ ضل عنا البندورة. عندي حبة بندورة مقطعة شرايح، بنجيب بنصفها فوق الدجاج. نحط الباذنجان وهيك لازم نصفهم، إذا ما نصفوا هيك ما بتكون صفية معلمين. هلا بنزل عليهم البطاطا. وهلا عندي هون كاستين من الرز تمام نقعون له نص ساعة تقريبا. راح انزل فيهم كمان فوقهم، بس راح انزل بنصهم. ليش يا حذركم؟ لانه النص الثاني بدي احط طبقة بيناتهم دجاج، وبعدها بدي احط الطبقة الثانية. بنحط الدجاج نعطيهم هيك ضغطة بسيطة قبل ما ننزل بطبقة الرز الثاني، وبهذا الشكل بنكمل باقي الرز. هلا نحط لهم شوية ملح على الوش حسب الرغبة، شوية فلفل كمان على حسب الرغبة، وبابريكا حلوة كمان على حسب الرغبة. شايفين يا جماعة البهارات شو بسيطة تبع المقلوبة؟ هي كل شغلتها بس بطريقة التسوية وبالرز. ونضيف 3 كاسات مي. وهلأ بنلف الباذنجان لحتى يطلع عنا شكل قالب. وهلأ على النار. وهلأ لبين ما تجهز المقلوبة رح نعمل شغلة كتير مرتبة، خليكم معنا. وهلأ بدي أقطعهم دوائر. وهلأ شو يحذركم رح نعمل؟ أحلى خيار بلبن، شوية نعناع يابس وشوية توم مهروس، كاسة مي صغيرة. ومنحرك نحط فوقهم الخيارات يلي قطعناهم. هلا بنزين رشة نعناع على الوش وناخدها على البراد لبين ما تصير المقلوبة. صارت المقلوبة عنا جاهزة. نقول بسم الله. قربوا قربوا يا جماعة، شوفوا لي عن المقلوبة. بسم الله ما شاء الله، شي بياخد العقل. وهي شو؟ مقلوبة دايت، مقلوبة صحية، كل مكوناتها صحية. بسم الله ما شاء الله غير شكل. بنقول بسم الله ومندوق. شي بشهي، بتشهي يا جماعة، كتير طيبة. هاي أطيب من المقلوبة العادية. هيك بطريقة صحية بناكل مقلوبة بدون ما يوجعنا ضميرنا تمام. طبعا بنقلل الرز شوي يعني مشان ما نكتر، تعرفوا انتو الوضع. فهاي المقلوبة كتير طيبة، سوى بهاي الطريقة. ولحظة أنا نسيان شغلة.
اللبنات اللي عملناهم هدول جنب المقلوبة شي رواق. عالم تاني يا جماعة، عالم تاني. تعرفوا المقلوبة شو بدها يا جماعة؟ بدها لايك واشتراك منكم حلو لحتى توصلكم كل الوصفات الجاية وكل الطبخات الجاية. احنا شعارنا دائما نفس الأكل بس بطريقة صحية، وهي نفس الأكل ونفس المقلوبة بس مقلوبة صحية. جربوها واعطوني رأيكم بالتعليقات.